وصفتنا للنهارده لعشاق المانجا، ب3 حبات مانجا هنعمل احلى تحليه لعشاق المانجا. ما شاء الله الشكل بيوري المانجا وطبقات المانجا، ب3 حبات مانجا وكوبايه كريم شانتيه. تحليه سهله وسريعه لاولادنا وهم بيذاكروا، وعملنا من نفس المكونات العصير من المانجا والكريم شانتيه. شايفين ما شاء الله شكل العصير. ممكن تعملي العصير بس او التحليه بس اللي انت حباه. يلا نبدا نشوف عملناها ازاي. وقبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. ويلا نبدا نشوف عملناها ازاي. نبدا وصفتنا. معانا اي حاجه حابه تقدمي فيه، كاسات او بولات، اي حاجه، او ممكن تعمليها في كوبايات عادي الموجوده عندك، او ممكن تعمليها في صينيه كبيره. وهنحتاج لاول طبقه كيك فانيليا، او ممكن بسكوت ساده اللي انت حباه. ممكن تبقى عاملاه في البيت او شاريه جاهز. لو عامله كيك او باقي عندك بواقي تعملي بها الوصفه دي. وكده بقت جاهزه معانا اول طبقه. تاني طبقه انت ممكن لو عاملاها بسكوت ساده تحطي عليها معلقتين من الحليب، وممكن الكيك تحطي عليه معلقتين من الحليب لو انت حاسه ناشف. بس انا الكيك معايا طري، وانا هحط عليه بيوريه مانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف عليه بيوريه مانجا كده، ضربه المانجا من غير اضافه اي سوائل. فهي هتطري معايا الكيك. نضيفها بالشكل ده كده. تاني طبقه بقت جاهزه، نركنها على جنب لحد ما نجهز تالت طبقه. وهنحتاج لتالت طبقه كوبايه من الحليب، وحطيت عليها معلقه كبيره من السكر، او السكر حسب الرغبه. ولو كريم شانتيه موجود عليه سكر هتستغنى عن اضافه السكر في الحليب. كده كوبايه معانا كوبايه من الكريم شانتيه، يعني كده كوبايه من الكريم شانتيه وكوبايه من الحليب ومعلقه كبيره من السكر. هنخلطهم بالمضرب الكهرباء ونرجع نشوفهم مع بعض. وهنا كده الكريم شانتيه بقى جاهز معانا، وده القوام كده المطلوب. ممكن تحط عليه معلقتين من بيوريه المانجا لو انت حابه، بس انا كده خليته ثابت. هنحطه كده على وش البيوريه. دي كده تالت طبقه هنحطها كده بالشكل ده. وكده بعد ما خلصنا طبقه الكريم شانتيه وسويناها من على الوش كده بالاسباتيولا، معايا هنا قطع مانجا. بسم الله. هنحطها كده على الوش. المانجا دي بتجيبها جامده شويه، وبتجيبها النوعيه اللي انت حابه تشتغلي بيها، وبتقطعيها مكعبات وبتسيبها في المصفى تصفي شويه عشان بيبقى ينزل منها سوائل. وكده خلصنا اخر طبقه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله شكلها كده بقت جاهزه معانا. هنعمل العصير مع بعض كده. نركنها مع الحاجه عشان نعمل العصير. معانا بيوريه المانجا، ومعانا معلقه من الكريم شانتيه. كده بعد ما حطينا بيوريه المانجا والكريم شانتيه هنحط مكعبات تلج بالشكل ده، وهنضيف عصير مانجا، وهنحط حليب، وكده العصير بقى جاهز معانا كده. شايفين ما شاء الله وصفتنا بقت جاهزه. شايفين ما شاء الله شكل الطبقات. وهنا معانا العصير اللي عملناه بنفس مكونات التحليه. شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله شكلها. بتقدمها لاولادك وهما بيذاكروا. شايفين ما شاء الله شكلها. تحليه سهله وسريعه مش مكلفه، ب3 حبات مانجا وكوبايه كريم شانتيه. عملنا مع بعض النهارده احلى وصفه. واتمنى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك واشتراك وتشاركوه مع اصدقائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.